معانا ومعاكم الفنانه منى عبد الغني، احد الاصوات اللي فعلا اثرت في حياه كتير جدا مننا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم وسهلا. النهارده تقولي ايه لجريده نسمات؟ انا سعيده جدا بالمجهود اللي هم عاملينه، ونسمات نيوز فيها شغل مجهود كبير، رغم ان هي عمرها الفني سنه، لكن عامله مجهود كبير على المستوى الانساني والفني والابداعي. بشكر الاستاذه او المهندسه شاهي طبعا واستاذه هند، يعني على اداره المجله بشكل جميل. استاذه هند طبعا كمان عامله نسمات الخير اللي هي اعمال الخير كلها، وتراعي الايتام وبتعمل حاجات للفقراء جميله في الحقيقه. يعني انا مستبشره خير بالخطوه اللي هي بتعملها، ومجله جميله، وان شاء الله ربنا يزيد مشاهده، لانهم عاملين مجهود حلو قوي قوي، مش للمراه بس، انا تصورت انها للمراه لكن هي للاسره العربيه عموما. ممكن تقراها وتستمتع بيها اونلاين يعني، او سواء بعد كده بقت مكتوبه او على مجموعه على كتب، لكن هم عاملين مجهود خرافي، بحييهم عليه، وكل سنه وانتم طيبين ومشاهدينك طيبين. من وجهه نظر حضرتك اهم التحديات اللي ممكن تواجه الصحافه والاعلام بشكل عام؟ تحديات التشكيك، الناس المغرضة وعلى السوشيال ميديا اللي بيحاولوا يشككوا ويفككوا المجتمع، وما يبقاش لحمة واحدة زي ما احنا متعودين، في وحدة وطنية بين الشعب كله، بيحاولوا طول الوقت يلعبوا لعبة لتفكيك الشعب، لكن احنا ما شاء الله تحيا مصر ايد واحدة، وشايفين مجهود بيبذل جميل في البلد من كل النواحي، في كل الأوجه، في الفن وفي أمنيا وفي كل حاجة، في الصناعات، في الطرق، في الكباري، في المواصلات العامة، في الصحة العامة، صحة المواطن، القضاء على الأمراض كتيرة بتقابلنا، تحديات كبيرة في حد يعني لسه ما زلنا، بس الحمد لله رئيس السيسي في 6 سنوات أو وشوية، يعني 7 سنوات نقول، في 7 سنوات يعني عمل انجازات 2013 ما بتتعملش، كانت في عقود وعقود يعني الحقيقه. نتمنى احنا نسنده كمان زي ما هو قال في الاول في خطابه زمان، ان انتوا لازم تصحوا بدري، ولازم تشتغلوا، ولازم نقضي على البطاله يا جماعه، لازم تنزلوا تساعدوني. احنا عايزين كمان الشعب يطور نفسه ويساعد نفسه. صحيح هنربط شويه على نفسنا، بس هنشوف مصر تانية، مصر الجديده العظيمه باذن الله. ده بيودينا بقى لاهميه برضو دور الشباب، وانه ما يمشيش ورا الشائعات الكاذبه اللي احنا بنشوفها الفتره ديت على السوشيال ميديا. تقللش من الوطن، بل بالعكس بتزيد منه اصرار وبتزيد مننا عزيمه، علشان برضو نقول ان مصر بخير. تقول للشباب ايه؟ مصر بخير، وهو ده دورنا التنويري. اوعى حد يضللك ولا يقول لك مصر مش بخير، مصر بخير وامنها بخير وشعب